بما ان بكره ماتش الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثه بكره يلعبوا بالساعه 5 هيخلصوا الساعه 11، فاليوم كله ماتشات بكره. قبل بس ما اتكلم في الموضوع ده، كان في شخص كده في اول الدوري اما عرف ان بيراميدز اول ماتش هيلعبوا الساعه 5 قعد برضه يتكلم ان اشمعنى الاهلي ما بيلعبش الساعه 5 واشمعنى وبرضه الدوري موجه والكلام ده. احب اقول لك ان الاهلي بكره برضه هيلعب الساعه 5 وكده الاهلي لعب ماتشين الساعه 5، وعلى ما اظن كده الاهلي اكتر فريق في الثلاثه اللي هو الاهلي والزمالك وبيراميدز لعب الساعه 5. عادي، احنا عارفين دلوقتي انك مش هتتكلم، هتقول عادي ما الجو بقى احسن والكلام ده، ما علينا يعني. المهم بقى دلوقتي ان شاء الله بكره الاهلي يكسب، ويا ريت يا كابتن عماد مش عايزين برضو نفضل ندافع في اخر 20 دقيقه. الماتش اللي فات انت عملت كده عشان انت كان نفسك تكسب، فخلاص تمام، وكان ممكن يدخل فينا جوان، بس الحمد لله ان احنا فزنا. فالماتش ده يا ريت مش في اخر الماتش نلاقي الاهلي مضغوط برضه. ويا ريت يا كابتن عماد، ادينا شفنا الشحات لما نزل لعب كويس الى حد ما احسن من طاهر، فيا ريت نشوف الشحات بكره، ويا ريت عبد القادر نديله فرصه عشان عبد القادر يستاهل نديله فرصه، وعبد القادر احسن من ناس كتير موجوده دلوقتي. مش لازم عشان لعيب بفلوس كتير هو اللي يلعب، اللعيب اللي يأدي كويس هو اللي يلعب. وانا تاني مش بنتقد كابتن عماد، وانا كان نفسي كابتن عماد يمسك ونمشي ريبيرو لفتره انتقاليه. نيجي بقى للموضوع المهم، بما ان بيراميدز هيلعب الساعه 9 مع النادي الاهلي السعودي كاس العالم بمسماه القديم وفي الانتر كونتيننتال بمسماه دلوقتي، لو بيراميدز كسب الماتش ده هيبقى بطل نص الدنيا. فيا ريت كلنا نشجع بيراميدز عشان بيراميدز يستاهل ان احنا نشجعه. فريق مصري وصل للمرحله دي لازم نقف جنبه ونشجعه. يعني انا كواحد اهلاوي لما اي فريق مصري بيلعب في بطوله انا مش مشترك فيها انا بشجع النادي ده، سواء كان الزمالك سواء كان بيراميدز سواء كان الاسماعيلي سواء كان المصري سواء كان اي نادي، طالما انا مش بلعب في البطوله دي انا بشجع الفريق ده وبشجعه وببقى نفسي اللي هو يكسب، عشان ده كده بيمثل مصر. عشان في ناس كتير بتقول ان الاهلاويه لما الزمالك مثلا بيلعب بيبقى نفسهم يخسروا. انا هتكلم عن نفسي دلوقتي، انا ما بيبقاش نفسي الزمالك يخسر غير لما بنلعبه او بطوله بننافس احنا الاثنين عليها سوا واحنا الاثنين زي بعض، ساعتها ايوه انا بتمنى ان هو يخسر عشان انا اكسب. انما مثلا بطوله انا مش فيها واتمنى ان الزمالك يخسر، مستحيل والله العظيم بشجعه. زي بكره ان شاء الله ان شاء الله هشجع بيراميدز، وان شاء الله بيراميدز بكره يكسب. والمفروض اي مصري عاقل اصلا كده وعنده دماغ شويه، اي فريق مصري بيلعب بره في اي بطوله لازم نشجعه ولازم تتمنى ان هو يكسب، عشان لما بيكسب ده عائد على مصر كلها، على الدوري المصري، على الانديه المصريه. نادي مصري كسب نادي اماراتي، نادي سعودي، نادي قطري، اي نادي. لما الاهلي مثلا بيكسب بيتقال الاهلي المصري، ما بيتقالش الاهلي بس. لما الزمالك بيكسب بيتقال الزمالك المصري، لما بيراميدز بيكسب بيتقال بيراميدز المصري، وده بيعلي من الدوري المصري بتاعنا. فالطبيعي انك تشجع اي فريق بيلعب باسم مصر، سواء بقى زملكاوي وانا واحد اهلاوي. والله العظيم لما الزمالك بيلعب اي حاجه بره والله انا بشجعه، ببقى نفسي يكسب. اي نعم ما بشجعوش بنفس الحماس ان انا بشجع بيه النادي الاهلي، ولو خسر ما ببقاش متاثر نفس التاثير اللي الاهلي لما بيخسر بتاثره، ولكن ببقى نفسي يكسب، ببقى عايزه يكسب. لما بيكسب ببقى مبسوط من جواه ان هو كسب، فريق مصري كسب. انما بقى لما بنلاعب بعض اكيد ببقى عايزك تخسر، ولما بنتنافس على حاجه واحده اكيد ببقى عايزك تخسر، طبيعي انت بتبقى عايز نخسر. انما انا لما ابقى مثلا بمثل مصر في كاس العالم واشوف مشجعين الفرق الثانيه لما الاهلي يخسر بيحفلوا، انت صاحي يا عم اللي انت بتعمله ده يا عم. بس كده، مش عايز اطول عليكم، كل الدعم للنادي الاهلي والنادي بيراميدز، وطبعا مش الزمالك عشان الزمالك والاهلي دلوقتي بيتنافسوا على الدوري، فانا طبعا مش هتمنى ان الزمالك يكسب طبيعي، انما لو بيلعب بره هتمنى ان هو يكسب. يا ريت تكون النقطه دي وصلت ليكم. سلام.